اهلا بكم من جديد مع فقرتنا التاليه في حلقه اليوم، فقره سوبر لوائح. يسعدني ان يكون ضيفي او يشاركني في هذه الفقره كالعاده كابتن محمد بيومي، خبرنا في اللوائح الدوليه. اهلا بيك كابتن بيومي. اهلا استاذ شبانه. عوض محمود. منورنا وحشني. انت اللي منور الشاشه ان شاء الله. اشكرك يا كابتن بيومي. الف مبروك ان شاء الله. ربنا انت استقريت كده في مصر الفتره دي؟ استراحه مقاتل يعني. لا بقى. انت كنت في ليبيا في اهلي طرابلس؟ كنت في اهلي طرابلس. بس انا زلت على علاقه بيهم يعني از كونسلتنت يعني وكده. تمام. لكن يعني ان شاء الله هتسمع اخبار كويسه قريب. يعني ناوي تسيبنا تاني؟ انا والله زهقت من الغربه، لكن امر الله هنعمل ايه. ربنا معاك كابتن ان شاء الله. بمناسبه اهلي طرابلس كانوا بيقولوا انه خلاص اقتربوا من كابتن حسام البدري. ما اقدرش اقول اي حاجه لان انا عارف كل حاجه وما اقدرش اصرح باي حاجه. طيب خلاص تمام. اسمح لي يعني لان الموضوع يعني في حساسيه شويه. تمام. طب كابتن بيومي، عندنا اكتر من موضوع 8 سنين. عندنا موضوع بتاع البنزرتي والافريقي والمكالمات اللي كشفت وقائع رشوه هناك في تونس، وقصه حتى الاهلي والمشكله اللي كانت موجوده هناك قبل مباراه الاهلي. ايه المشكله بتاع الاهلي؟ ما اعرفهاش. لا، انه كان في بنزرت بعض الاحداث والمشاكل، وانه الاهلي ما قدرش ان هو يقيم في اوتيل قريب من الملعب، وكان مقيم في مدينه تونس، وبعد كده انتقل الاهلي برضو يعني الحقيقه عمل موقف جيد جدا لان في ظروف حاصله في تونس دلوقتي، فوافق انه يقعد في العاصمه لغايه قبل المباراه مباشره. انتقل. ده تعاون من النادي الاهلي محمود، وبيحصل يعني في بعض الامور دي ما هيش مشكله رئيسيه طالما الاهلي وافق، لكن حسب الاجراءات في اداره المباريات الافريقيه او الاسيويه انه بيتم تحديد اسماء الفنادق مسبقا من قبل بدايه البطوله. بس ده ظرف طارئ. بيبقى عارف النادي ايه الفنادق اللي هينزل فيها في تونس، بيبقى عارفين ايه الفنادق اللي هينزلوا فيها في مصر، وبتيجي لجان او ممثلين الانديه دي قبل المباريات، او ممكن يجوا يعاينوا، ولو عندهم اي اعتراضات بيبلغوا الاتحاد. لكن هو على ما عرفت يعني ان مشكله البنزرتي والافريقي كان هناك تعادل في عدد النقاط. نعم. والنهارده يعني اثير هذا الامر في برضه الاتحاد الاسيوي في دوري ابطال اسيا بالصدفه يعني. احنا عندنا في اي مسابقه دوري في حاجه اسمها قواعد حسم التعادل. اذا حدث في مسابقات الدوري، اي مسابقه دوري سواء محلي افريقي اسيوي، مرحله المجموعات في الاتحاد الدولي كويس، كلها لاي مسابقه بنظام الدوري بيبقى عندنا في حاجه اسمها قواعد حسم التعادل. اول شيء من حق يعني الفيفا حط قواعد هقولها لك كويس، لكن ايضا من حق اي اتحاد قاري او اتحاد وطني ان يضع ما يراه مناسب من قواعد حسم التعادل لمسابقاته المحليه. يعني الفيفا قواعده مش ملزمه في هذا الامر، ولكن الملزم ان تضع قواعد حسم التعادل. طيب خلينا نشوف الفيفا قال ايه. في حاله تعادل فريقين او اكثر في عدد النقاط كويس، يتم اللجوء الى فارق الاهداف، ما له ناقص ما عليه. تمام. والفريق له اهداف اكتر، يعني له 10 وعليه 2 يبقى ليه 8. الثاني مثلا له 10 وعليه 3 يبقى ليه 7، يبقى ابو 8 ده اللي يوصل بالظبط. طيب اذا استمر التعادل، الفريق الذي احرز اهداف اكثر تعادله. اذا استمر التعادل بين فريقين شوفوا نتيجه المباراه، نتيجه المباراه بينهم تعادلوا كويس. اما اذا استمر التعادل ما بين اكثر من فريقين، ففي الحاله دي يتم اللجوء الى القرعه. دي لوائح الاتحاد الدولي. طب بس ممكن يبقى الاتحاد عامل لائحه ليه هو خاصه. ايوه بالظبط، ده اللي احنا عايزين نقوله. طب تعالى بقى نشوف في تونس الاتحاد الاسيوي. لا، لائحه تونس انا ما اعرفهاش، بس انا بقول لك لائحه الاتحاد الدولي بتقول كذا، هم لوائحهم المحليه بتقول ايه تطبق. طيب لو ما عندهمش لوائح محليه حتى معايير او قواعد يلجا للاتحاد الدولي، يبقى يرجع لوائح بس في تونس اللائحه بتقول ان هم بيرجعوا لفرق الاهداف بتاع الدور الاول. ايا كانت المعايير اللي حاططها الاتحاد الاهلي، فده عمل خلى حظوظ الافريقي هي الاكبر. طيب يعني النهارده مثلا بقى الاتحاد الاسيوي عمل ايه؟ عمل حاجه ثانيه خالص. قال لك اذا حدث تعادل في عدد النقاط بين فريقين او اكثر، ينظر الى فارق الاهداف
في مباريات الفرق المعنيه. يعني نفترض ان حصل تعادل بين 3 فرق كويس في النقاط، نشوف فارق الاهداف في مباريات ال3 فرق دولت. كل فريق بيلعب ذهاب واياب مثلا في دوري ابطال اسيا، بيلعب يبقى لعب 4 مباريات، دخل فيه مثلا 6 اهداف وسجل 10 اهداف، يبقى الفرق بتاعه 10. الفريق الثاني دخل فيه 8 اهداف وسجل 5، يبقى -3. يبقى اول حاجه فارق الاهداف بين الفرق، بين مباريات الفرق المعنيه. تعادلوا الفريق الذي احرز اهداف اكتر بين مباريات الفرق المعنيه بينهم وبين بعض. اتعادلوا. ينظر الى نرجع بقى لقاعده الفيفا، ينظر الى فارق الاهداف ما له ناقص ما عليه في المباريات كلها. اذا تعادلوا ينظر الى الفريق الذي احرز اهداف اكتر في كل المباريات كويس. وجي الاتحاد الاسيوي بقى مزود حاجه ثانيه قبل القرعه، قال لك قواعد اللعب النظيف. ايه بقى قواعد اللعب النظيف؟ الانذارات والبطاقات. دي حاجه لذيذه قوي. دي بتحسم برضه. قال لك تحسم، نلجأ لها. الانذار بنقطه، الطرد المباشر ب3 نقاط، اي طرد 3 نقاط. طيب انذار واعقبه طرد، طبعا الانذار بيفضل، يبقى 4 نقاط. كويس. يجمعوا له النقاط، الفريق اللي عنده نقاط اقل يبقى ده هو اللي بيصعد. دي بقى قواعد حسم التعادل يعني. تمام. كمعلومه للساده المشاهدين يعني عشان يبقوا عارفينها. تمام. طب كابتن بيومي، نخش على موضوع بند ال8 سنين. بند ال8 سنوات، انت ايه رايك في قصه واللغط اللي حوالين بند يعني شر البليه ما يضحك يعني. للاسف الشديد ان ما ان المتزعم هذا الامر وزاره الشباب والرياضه او الوزير نفسه. وزاره الرياضه في شباب لوحديها، وزاره الدوله عشان الرياضه للاسف. يعني المفروض ان هذا الرجل هو اللي بيرعى الرياضه وبينظم لوائحها وبحياديه. لكن لا توجد حياديه خالص في هذا الامر، وهذا امر مخجل. يعني حسن صار بكل تحفظاتي على امور كتير في اثناء ادارته للرياضه في مصر، الا انه رفض بند 8 سنوات. وحقيقه الامر وانا بتكلم بوضوح، انا لا اخشى في الحق لومه لاعب. ما يفعله هذا الوزير هو شيء من أسوأ ما يمكن فيما يتعلق ببند ال8 سنين. لكن خلينا نوضح للساده المشاهدين بعض المعلومات المهمه اللي نتجت عن تطور الحركه الرياضيه في الفتره الاخيره. نعم. وطبعا يجرنا ده لقانون الهيئات الرياضيه اللي بتبخوا فيه بقالهم 3 سنين. يا استاذ شباب، الدكتور مش هيصلح لك سيارتك، لا هيصلح سيارتك مهندس. فطالما انت بتستعين بناس ما لهاش علاقه بالرياضه او ما قدرتش في الرياضه او ما عندهاش خبرات، عمرهم ما ينجحوا. وانا بقول لك اهو من دلوقتي قانون الرياضه هيفشلوا فيه، وقلتها من 3 سنين هيفشلوا فيه. هيفشلوا بمعنى ايه؟ انه مش هيعملوا قانون كويس، مش هيعملوا. شوف يعني مش هيعتمد من مجلس الشورى على الاقل؟ لا ممكن يعتمد. ما اصل احنا عندنا مشكله كبيره. لا، ما احنا مش عايزين مصيبه بقى، مش عايزين يعتمد ونيجي نطبقه فنكتشف ان تطبيقه بيرجع بينا لورا فنخش في نفس ده هيحصل. ما عندناش وقت ان احنا بقى نعيش تجارب. ما هو للاسف ده هيحصل ليه؟ ما انا هقول لحضرتك. اول شيء، ما هي العلاقه الهيئات والمنظمات الرياضيه بالدوله؟ احنا عندنا الهيئات والمنظمات الرياضيه نوعين، انديه واتحادات. الانديه هم ابناء الدوله، والدوله مسؤوله عن الانديه، واي نادي بياخد ترخيص لممارسه الرياضه بيحصل على هذا الترخيص من الدوله. نعم. وعلى الدوله ان تضع هذه المعايير في لوائحها. تمام. طيب، اما الاتحادات مع التطور اللي حصل في الرياضه اصبح، وخصوصا رياضه المحترفين، الاتحادات اصبحت تتبع بصوره مباشره الاتحادات الدوليه، وهي ملتزمه بقواعد ولوائح الاتحادات الدوليه، والدوله ما لهاش حق انها تتدخل الا ماليا واداريا. يعني الجهاز المركزي للمحاسبات يروح يدقق على الامور الماليه في الاتحادات دي، ماشي. اما الاداره من اداره اللعبه نفسها من الناحيه الفنيه والتنظيميه، لا، هذا شيء يخص الاتحاد ولا يحق للدوله ان تتدخل فيه، وايضا اللجنه الاولمبيه ما تتدخلش فيه. وبرضه معلومه للناس عشان تبقى عارفاها بالنسبه للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه فقط مسؤوله
عن الاعداد للمشاركه في الدورات الاولمبيه. وخلينا ان شاء الله في حلقه من الحلقات نتكلم عن الميثاق الاولمبي ونوضحه للناس. طب انا بس مش عايز اشتت المشاهد. بند خلينا نخش في بند ال8 سنين وندي امثله بحيث ان احنا المشاهد برضو الامور ما تبقاش عليه صعبه، انه في انديه زي الاهلي زي الزمالك، انديه كبيره جدا في مصر، انديه شعبيه ولها جمهور ولها اعضاء كبيره، عندها انتخابات السنه دي، وفي شخصيات بقى لها سنوات طويله جدا موجوده على مقاعد الاداره، فبند ال8 سنين هيمنعها. خليني اقول لك هم قالوا ايه. فعايز اقول لك بس انه العمري فاروق كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي لسنوات طويله، فهو ايضا مستنفذ بند عدد سنوات المتاحه ليه، فيطبق عليه بند ال8 سنين، ما يقدرش ينزل انتخابات، واكيد له علاقات بالخطيب اللي هو عايز ينزل 8 سنين وعنده مشكله في 8 سنين، وحسن حمدي، كل الناس دي، عشان تبقى الناس فاهمه ليه الوزير لما تحدث في هذا الامر كلامه مجروح، لانه لا هو اسوأ ما في الامر يعني ما يدعو للاسف ان يكون اللي بيصيغ اللوائح والقوانين له توجه وله مصلحه شخصيه، وهذا ما يسيء. وانا بقولها بمنتهى الصراحه، هو رجل بيخدم ناس معينين، الوزير عمرو فاروق، او له توجه مش مظبوط. لكن لو هو رجل بينشد الحياد والعداله واوريدي في بند ما يقربش منه خلاص. طب خليني اقول لك هم قالوا ايه. الناس اللي جابهم عشان يفصلوا له القوانين، قال لك الجمعيه العموميه هي صاحبه السلطه العليا، وطالما الجمعيه العموميه اختارت الاستاذ شبانه، يا رب تختاروا 100 سنه. هي الجمعيه العموميه اللي اختارت، هذا حق يراد به باطل. ازاي؟ الجمعيه العموميه هي من تنتخب مجلس الاداره، ولكن الجمعيه العموميه لاي نادي لا تشرع. اللي بتشرع الدوله كويس عن طريق وزاره الرياضه كويس، وبيعتمد من مجلس الشعب او مجلس الشورى كويس، وبيصدر القانون بمرسوم زي القانون 75 سنه 77. نعم. صادر موقع عليه انور السادات رئيس الجمهوريه. تمام. فهم قال لك الجمعيه العموميه هي اللي بتختار. لا ايوه الجمعيه العموميه هي اللي بتختار، لكن مش هي اللي بتشرع. انت يا سياده الوزير اللي بتشرع. كويس. فالنهارده لو انت خليتها مفتوحه، ايه ضرر دوت وايه فائده انها 8 سنين؟ لو كل مجلس اداره راح يحكم منظمه رياضيه او نادي علم ان مدته الاقصى هي 8 سنوات، هيسعى الى حاجتين اثنين في منتهى الاهميه. الحاجه الاولى انه هيحاول انه يؤدي افضل اداء في خلال هذه السنوات الثمان حتى يترك اطيب ذكرى واطيب اثر. تمام. الحاجه الثانيه هيكون في اشد حالات الحرص للنزاهه والشفافيه في كل الامور، وعلى راسها الامور الماليه، لان ممكن يجي بعد منه مجلس اداره يشيك ويكشف فضايح. وانا بقول لك اهو احنا قاعدين وما اكثرها كويس، مخالفات ماليه قد تصل الى حد السجن، وانا عندي حاله من الحالات معاها مستنداتها كمان يعني، بس انا مش حابب ان انا اكشفها. بالصدفه حصلت على مستنداتها وحاله واضحه ثابته يعني كويس بفساد مالي واضح يعني. يعني احد الانديه يعني احد الانديه الكبيره جدا كويس. لاعب قيمته 100,000 هشتريه بمليون ليه؟ بس كده، مش هقول اكتر من كده. نرجع لموضوع بند ال8 سنين. طيب بحكم ان الدوله هي المسؤوله عن الانديه كويس، اما تخلي بند ال8 سنين هي الحد الاقصى لمجلس الاداره، انا ارى ان هذا الامر سوف يحقق عداله وشفافيه. وبعدين لدينا كفاءات وقدرات كتير، لماذا هذا الاحتكار؟ كويس. وليه الناس طب خليني برضه اقول لك بعض النقاط اللي الناحيه الثانيه بيتكلموا فيها. نعم. اول نقطه بقول لك ما فيش حته في الدنيا بتعمل كده، ما كل العالم شغال، ما فيش حاجه اسمها بند 8 سنوات. تمام. ده صحيح، بس ايضا هذا حق يراد به باطل. من هي الانديه التي لها الحق في عدم تحديد بند ال8 سنين؟ الانديه الشركات او التجاريه او التي تتبع شركات او وزارات او شركات قابضه او ملكيه اشخاص. هذه الانديه ما لهاش 8 سنين. ليه؟ لانها ملاك، زي انديه الجونه ومصر المقاصه ووادي دجله وانديه الجيش والشرطه والبترول. ده يا رب يقعد مجلس الاداره 100 سنه. ليه؟ لان ده مجلس معين، مجلس تنفيذي. هذا النادي بتمتلكه شركه او مؤسسه او وزاره او شخص. ماجد سامي بيمتلك نادي وادي دجله، يحط بيومه مدير، يحط مش عارف مين، ده ملكه
اما الانديه الجماهيريه الشعبيه التي لها جمعيات عموميه ومجالس اداره، طبعا في ناس بتتفلسف وتقول لك ايه الانديه دي عندها جمعيات عموميه زي ما اصدر اتحاد الكره قرار بخصوص الماده 18. ده مش صحيح. الانديه دي لا عندها جمعيات عموميه، ولا اللي عنده جمعيات عموميه معروف الاهلي، الزمالك، المنصوره، دمياط، الانديه الجماهيريه. كويس. واحنا برضو في مرحله خطر لما بنتكلم عليها. برضو عايز ارجع، هل في العالم في امثله الناس بتطبق بند الثمان؟ ما الامثله اللي قلت لك اهي، من هم اللي لهم الحق المطلق في عدد السنوات؟ هي الانديه الشركات او التجاريه. العالم كله الوقت انديته بقت شركات تجاريه. هنا بقى ما اصبحش النادي ده جمعيه عموميه، لا اصبح له ملاك. اذا كان له شركه مساهمه، لها جمعيه عموميه. كويس. وممكن تنتخب مجلس الاداره. تمام. لكن بيبقى في حاجه ثانيه اسمها مجلس تنفيذي اللي هو بيدير المنظمه. طيب خلينا نضرب مثلا على النادي الاهلي او نادي الزمالك. لو النادي الاهلي عايز يتحول الى شركه او مؤسسه تجاريه، كيف يتم هذا؟ من هم ملاك النادي الاهلي؟ ملاك النادي الاهلي هم اعضاء الجمعيه العموميه العاملين الذين لهم حق الانتخاب. طيب هل يستطيع النادي الاهلي ان يتحول الى شركه تجاريه او كيان تجاري؟ نعم. والحاله الوحيده التي تصلح هي فقط شركه مساهمه. ليه؟ لانها هتطرح النادي الاهلي هيقيم وبعدد معين من الاسهم. طب التقييم ده ملك مين؟ التقييم دوت ملك اعضاء الجمعيه العموميه المسددين للاشتراكات ولهم حق الانتخاب. وفين حق الدوله هنا؟ توليل اعضاء الجمعيه العموميه؟ لا هنا حق الدوله في ايه؟ مش الارض بتاعت الدوله والمنشات النهارده اذا كان عندك المنشات دي فلوس الدوله. لا يعني عندك مثلا النادي الاهلي في مدينه نصر ملك النادي الاهلي. تمام. مش ملك الدوله. النادي الاهلي اللي هو مين؟ النادي الاهلي، ما النادي الاهلي هو ملك الدوله. لا النادي الاهلي نادي يا كابتن بيومي. نعم. مش النادي الاهلي مدينه نصر ده الفلوس اللي اشترى بيها نادي مدينه نصر او الارض او المنشات، ما الدوله مش فلوس الدوله. لا ما الفلوس مين؟ دي فلوس النادي الاهلي. مين قال؟ ايوه دي فلوسه وجمعيته العموميه هي. لا دي فلوس النادي الاهلي. لا سواء الاهلي او الزمالك، مش عايز بس احصر الكلام على الاهلي. الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او يعني النهارده الوزير راح دعم الاسماعيلي مثلا 10 مليون جنيه يشتري ارض. ما هو الدوله اللي دفع الفلوس. الدوله دفعت الفلوس، من حقها تسترد هذا المبلغ ومن حقها ايضا انها تاخد ضرائب. خلاص. يعني ارض الاهلي في الجزيره، ارض الاهلي في الجزيره. كويس. فازاي النهارده تقول لي اعملوا شركه مساهمه والارض بتاعت الشعب؟ الدوله اللي هو الشعب بقى. لا يعني. خلي بالك، لا ارض النادي الاهلي مستاجره. لا مؤجرها لعدد سنوات معينه وهتنتهي. يعني النهارده طالما يعني يجوز انك انتوا تنشئ شركه على ارض مستاجره او ارض ملك. كويس. النهارده النظام الجديد بتاع الانديه كلها بتمتلك هذه الاراضي. كويس. انت كدوله حط الشروط لتحول هذه المؤسسه. بس انا عاوز اقول لك حاجه مهمه. من هم اصحاب الاكتتاب الاول؟ هم الملاك الحقيقيين، هم اعضاء الجمعيه العموميه. فعندما نادي معين عاوز يتحول الى كيان تجاري، كويس، بيقيم هذا النادي وبتطرح اسهمه للاكتتاب. اعضاء الجمعيه العموميه هم اصحاب الحق الاول في الاكتتاب، مش من بره. كويس. اذا فاضت اسهم ممكن يبيعوها لبره، اما اذا اشترى اعضاء الجمعيه العموميه كل هذه الاسهم خلاص دولة الملاك الحقيقيين. تمام. هنا يخرج النادي دوت من موضوع بند 8 سنين. اللي هو بقى سيطرة الدولة ولوائح الدولة وقوانين الدولة. يخرج من بند 8 سنين. تمام. ماشي. ليه؟ اصبح لهم ملاك. اصبحوا لهم ملاك ومساهمين هم اللي بينتخبوا مجلس الاداره حسب اي شركه، حسب المجلس اللي ينجح لهم راس المال والفلوس. بالظبط. اصبح بيزنس. اما بالوضع الحالي خلينا نتكلم بالطريقه البلدي بتاعتنا، وان احنا لسه اللي بتتكلم فيه ده قدامنا فيه 8000 سنه. نعم. يعني خلينا نتكلم في الواقع انه ده صعب يتطبق دلوقتي. نعم. البعض بيقول انه لازم نعمل بند 8 سنين على المناصب، يعني لان ما عندناش قيادات، فمش معقول واحد عاش عضو مجلس اداره 40 سنه وبعدين فجاه مشيه، فهو يقدر يبقى امين صندوق ويقدر يبقى نائب رئيس فاستفيد من خبراته. فده تحايل على بند 8 سنين ان هو يخلوه على المناصب، مش يتلغي كله. على مناصب ايه؟ ما هم رئيس ونائب رئيس وامين صندوق واعضاء. هم جم برضو ايام حسن صار عملوا حبه تغيير ما لهمش لازمه، تغيير لمجرد التغيير. قال لك لا ما فيش امين صندوق، ده يبقى هم رجعوا امين الصندوق. وطبعا ده يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني كلام ما. انت رايك في الفكره دي؟ لا طبعا ده مش صحيح، يعني ده ناس بتفصل عاوزه تمرر هذا الامر
باي وسيله. لا برضه حق يراد به باطل. طبعا. يعني انت النهارده ليه عاوز تعمل احتكار؟ كويس. طب ليه طب اقول لك حاجه والخبرات دي؟ طب انا اقول لحضرتك حاجه. الفيفا مش حاطط حد اقصى، بس خلي بالك بلاتر دي عاملها لمزاجه عشان ما حدش يقول له مع السلامه. لكن واحتمال كبير في الجمعيه العموميه اللي جايه الكونجرس بتاع الفيفا انه يحددوا برضه رئيس الفيفا ما يبقاش اكتر من 8 سنين. كويس؟ ماشي. طيب انت كاتحاد مثلا اهلي، احنا الاتحاد المصري محدد 8 سنين. طيب مع ان الاتحاد المصري لانه يتبع الفيفا ممكن ما يحددش، يخليها مفتوحه، لكن انت حددت 8 سنين، الفيفا احترم هذا القرار. ماشي، انت حر. كويس انك ما تقعدش اكتر من 8 سنين. طيب هل الدوله الحق في انها تامر اتحاد اهلي بان الفتره بتاعته او فتره اعضاء مجلس الاداره لا تتجاوز ال8 سنين؟ نعم، من حق الدوله ان تتدخل في هذا البند. كويس، لان دي سياسه الدوله. ما ينفعش تقول لها لا، ما ينفعش. يعني حتى مع الاتحادات هذا حق للدوله. احنا المصلحه شايفينها كده. مش هيعترض الفيفا على هذا الامر، على الرغم ان الفيفا بيعتمد النظام الاساسي. خلي بالك يعني في بنود انت كدوله يعني من حقك انك انت تحدد ما تراه مناسب لضمان سير العمل في الناحيه الرياضيه بحياديه وشفافيه. طب كابتن بيومي، احنا بقالنا دلوقتي ثوره يناير بقالنا دلوقتي سنتين وشويه، 3 شهور ولا 4 شهور، وبعد كده جه وزير متخصص، بقت في وزاره اسمها وزاره الدوله لشؤون الرياضه وجالها وزير والكلام ده. هل حاسس ان في تحسن في مجتمع الرياضه؟ هل لا يزال الفساد قائم؟ هل في محاربه للفساد؟ يعني احنا شفنا ده في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في مجالات كتير بيتم محاربه الفساد وبتتغير الوجوه والشخصيات حتى طريقه التفكير والعمل، رغم يعني الشد والجذب اللي بيحصل في المجتمعات الاخرى او في المجالات الاخرى، لكن في النهايه في تغييرات بتتم ولو حتى بالقوه او بالفرض. هل حاسس في الرياضه ان في تغييرات بتتم، ولا نفس الناس ونفس الوجوه ونفس الفكر ونفس طريقه الاداره ونفس الفساد لا يزال قائم؟ اول ما قامت الثوره انا سمعت كلمه من الاستاذ محمد حسنين هيكل، يعني الكلمه دي لفتت نظري قوي. يعني قال احنا عايزين تكنوقراط، عايزين كفاءات، عاوزين خبرات. وفعلا اي دوله او اي بلد بتتطور على يد خبرات وكفاءات، هم اللي على ايديهم يقوم التطوير، مش على اشخاص عاديين. وهذا يعني ان احنا نلتزم بالحكمه. وخليني اقول لك تعبير كويس قوي للحكمه. ما هي الحكمه؟ احنا بنسمع اللفظ ده كتير قوي، لكن كتير من الناس ما بتفكرش في معنى الحكمه. احد معاني الحكمه يعني هي ان تفعل ما يجب ان يكون كما يجب ان يكون في الوقت الذي يجب ان يكون. بتتعامل كده ماشي. النهارده في الرياضه، خلينا بقى في شغلنا في صنعتنا تخصصنا، اما حطوا البنان انا كنت اشد الناس فرحا بهذا الامر. ليه؟ رجل خريج كليه التربيه الرياضيه مع دكتوراه وطول عمره تخصص وطول عمره في الوزاره اساسا. تمام. فهو راجل لا، وان كان خذلنا اداؤه كان ضعيف وكان دون المستوى، لكن انا كنت سعيد بيه جدا. النهارده انت معلش مع احترامنا للوزير العمرو فاروق، ايه مؤهلاته عشان يبقى وزير الرياضه؟ عضو مجلس اداره الاهلي، ودي كعضو مجلس اداره يعني دي، هل هذا مؤهل كافي انه يتولى وزاره الرياضه؟ انا سمعته مره بيتكلم بقيت قاعد اضحك، بيقول احنا في الفتره اللي فاتت عملنا اتفاقيات مع كذا وكذا وكذا. طبعا انا اشتغلت في وزاره الرياضه في بلد معين سنوات طويله. اجراءات الاتفاقيات والبروتوكولات دي حاجات روتينيه بتحصل، هو بينظر لها على انها انجازات لانه ما لسه عامل حفله من يومين بيقول لك مصر حققت في عهده 296 ميداليه و495 لاعب تم تكريمهم في ايه؟ القوس والسهم في ايه؟ ده احنا متخلفين رياضيا. ده احنا بلد بكل ما اذا كنا بننكر هذا الامر هو حقيقه. بس هو كان عضو مجلس اداره 12 سنه ولا 14 سنه وعمل موقع النادي الاهلي. طب عايز اسالك سؤال، موقع الرسمي للنادي يعني الاهلي. عايز اسال هو كان بيشرف عليه. من الاحق؟ علماء الرياضه واساتذه كليه التربيه الرياضيه هم الاحق ولا عضو مجلس اداره في نادي؟ هؤلاء الناس اللي درسوا الرياضه عن ظهر قلب سنوات طويله، وهم يعني قامات في الرياضه محترمه جدا وخبراء واساتذه ويحملوا اعلى شهادات علميه. من هو النهارده انت لو عاوز تحط وزير للصناعه هتحط مين؟ مش هتجيب استاذ من كليه هندسه. عاوز تحط وزير للصحه مش هتجيب استاذ، هجيب طبيب. طبيب من استاذ من كليه الطب.
التخصص التكنوقراط اللي قاله الاستاذ هيكل. النهارده انت عاوز تجيب واحد للرياضه، ما انت عندك اساتذه كليات التربيه الرياضيه وما اعظمهم، او حتى ممارسين على درجات عاليه جدا زي حسن صقر لما النهارده الاداره عشان تدير في الرياضه لابد انك انت يكون عندك خلفيه كبيره جدا وخلفيه علميه لكن مع احترامنا هو رجل ضعيف ولن يحقق اي شيء، واللي ياما هتثبت هذا الامر. هو انا حتى في موضوع تاني يعني عاوز اذا سمحت لي اتكلم معاك فيه، لان انا حاسس ان الناس بتشتغل للشو مش تشتغل للشغل بس، او انها للشو تعمل يعني كده يعني انا هذكرك بموضوع. بس هو شاطر في الناحيه دي في الشو. انا يعني يمكن مش متابع، بس انا بشوف ناس بتطبل له كتير قوي يعني ما اعرفش ليه يعني. عشان كده بقول لك ناجح في الشو. ما هو الشو انا مش بهاجمه ولكن انا بقول والله انا اتمنى ان هو يبقى راجل كويس، بس انا مش شايفه كويس يعني، وخصوصا بند ال8 سنين ده يعني التاريخ. شوف حسن صقر رفض هذا الامر، ولو العمري فاروق مرر هذا الامر هيتغير وهتبقى نقطه سوداء هيذكرها له التاريخ انه اساء للرياضه المصريه اساءه كبيره جدا. والمصيبه انك تجد ناس بتطبل له بتفصل كويس، عاوزه تاكل عيش ويبدو انهم بياكلوا عيش كويس. في نقطه بتقول انت عايز تتكلم في موضوع عاوز اذكرك بيه كنا اتكلمنا فيه زمان. العمري فاروق اول ما استلم امر اتحاد الكوره انه يستأنف في الحكم اللي اصدرته محكمه التحكيم الرياضي كويس في بتخفيض عقوبه المصري. فاكر الموضوع ده؟ مظبوط. مش الموضوع ده ما حدش بيجيب سيرته ولا بيتكلم عليه خالص. تمام. ايه اللي حصل في الموضوع دوت؟ ما اعرفش. اولا احنا قلنا ان الموضوع ده فاشل ومش هيحصل، بس الدفعات وهيرفض. احنا دفعنا. انا عاوز اساله بقى لو هو رجل يعني كام الدفع للمحامي اللي كلفوه؟ انا المعلومات اللي عندي بتقول الدفع مبلغ كبير جدا من دولارات من اموال الشعب، على الرغم ان احنا قلنا دي قضيه فاشله بايظه. ليه بقى بايظه؟ اتحاد الكوره لما حصلت القضيه اختار عدم المشاركه في اجراءات القضيه، يعني قال للمحكمه احكمي باللي انت عايزاه كويس، انا مش هشارك. بالظبط زي ما انا ارفع عليك قضيه يا استاذ شبانه ما اروحش واقول ان انت عليك ليا مليون جنيه وكمان اقدم شيك مزور للمحكمه وانت ما تعترضش، المحكمه مش هتحكم لي؟ هتحكم على طول حتى لو الشيك مزور. بالظبط. انت ما اعترضتش ولا دفعت ولا اتكلمت. طيب انت اثناء نظر محكمه التحكيم الرياضي للقضيه اتحاد الكوره ما رحتش وقلت لهم اعملوا اللي انت عايزينه، فحكم جاي بعد كده تستأنف. ما هو استئناف مرفوض. طب انت بتستأنف على اي اساس؟ اذا كان انت في الاول قلت لا انا مش هشارك في اجراءات ولا هقدم دفعات ولا هقدم اي حاجه، طيب جاي بعد كده تستأنف للمحكمه الفيدراليه. طيب الاستئناف للمحكمه الفيدراليه بيكون في 3 حالات. الحاله الاولى لعدم الاختصاص، يعني اذا محكمه التحكيم الرياضي خدت القضيه دي في عدم اختصاص وهي خدتها في اختصاص، او اذا كان هناك خطا في الاجراءات، وانا اذكر انا وانت قلنا ان في خطا في الاجراءات في عدد الايام وحسبناها، لكن قابلت المحكمه القضيه. الحاجه على اعتبار حاجه عاوزه شرح كتير يعني في اجراءات قانونيه، ان اعتبروا قرار التماس الاستئناف هو القرار النهائي، مع ان ده غلط. قرار الاستئناف هو القرار النهائي. المهم الحاجه الثالثه اذا حدث خطا في تطبيق القانون. ال3 حالات دولت ما يمشوش مع الاستئناف اللي حصل في المحكمه الفيدراليه. وبعدين انت بقى يا سياده الوزير لو عايز النزاهه والعداله والشفافيه ما حسبتش التالي اسمائهم ليه؟ 1 انور صالح المدير التنفيذي اللي ادى موافقه للمحكمه الرياضيه ان تنظر هذا الاستئناف. لو ما اداش الموافقه دي الكتابيه ما تنظرش المحكمه اصلا، ترفضه. كويس. قال له شخص معين، قلت له مالكوش دعوه بس انتوا ادوا له الجواب دوت. ادوا له الجواب. الشخص المعين ده بعديها قال لهم انتوا مالكوش دعوه بس قول لهم احنا مش هنشارك في الاجراء. فاهم ايه اللي بيحصل؟ ده مين فاهم يا استاذ شبانه؟ مين الشخص المعين؟ حبيبك. حبيب انا؟ مين؟ ماليش حبايب انا. معروف مش عاوز اذكر اسمه. كويس. المهم طيب شوف بقى الادهى بقى من كده. طب شوف الادهى من كده. انت بتطرح له دلوقتي اسرار، ما هو انت لازم تقول له. هقوله لك والله بس يعني المهم الادهى من كده. اصل انا مش عاوز اسير مشاكل البلد ولا اعمل خير. لا مش مشاكل يعني. لكن انت لكن انا بودي لك اخطاء الوزير. كويس. طيب المحكمه الرياضيه، يعني انا مثلا في قضايا معايا دلوقتي في المحكمه الرياضيه، ففي حاجات متبادله.
كويس، مراسلات متبادله. اللي اصدر هذا القرار لجنه الاستئناف، اللي هي بيسموها هنا لجنه التظلمات، بس الاسم الصحيح ده لجنه الاستئناف، وكان بيرأسها ساعتها المستشار حازم بدوي. طيب اللجنه دي اما تيجي مراسلات من المحكمه الرياضيه، مش المفروض يحولوها للجنه المختصه، لان هي صاحبه القرار ايضا. خبوا عنها المراسلات بالظبط. يعني شوف التدليس والفساد لاي درجه. طب انت بقى يا سياده الوزير، لو انت عاوز الحق والعداله، ما تجيب الناس دي تحاسبها، وازاي عملتوا كده، عملتوا كده ليه؟ ولكن هو مش عايز كده، هو عايز يعمل نفسه شو اعلامي. انه اول ما جه بطل راح قال لهم استأنفهم ضد هذا وادفعوا فلوس وادفعوا فلوس، ومع الموضوع فاشل. لو انت عاوز الحق، هات بقى الناس اللي اخطأت في حق مصر واخطأت بهذه التجاوزات والفساد. ودي يعتبر اهدار للمال طبعا. طبعا اهدار للمال وتجاوز عن يعني اخطاء من مسؤولين ما حاسبهمش. لو هو عاوز يحاسب يحاسب، اهو احنا بنقول له اهو الاخطاء 1 2 3، لكن هو هياخد من هنا ويطلع من هنا، مش ينتبه، لانه هو مش عايز كده. هو عايز يعمل شو قدام الاعلام ان هو عمل كذا كذا، لكن احنا هنكشف الحقائق ومش هنسيب، لان خلاص بقى يعني الامور دي يعني انتهت. طب حابب قبل ما نختم تقول حاجه؟ ليا طلب عاوز استاذنك يعني فيه. انا مش رجل سياسه، وحدود معلوماتي في السياسه فاروق الاول ملك مصر والسودان. ماليش دعوه بالسياسه، انا راجل بتاع رياضه. انت ما عرفتش ان نجيب عديد محمد نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك ومرسي؟ ولكن ما بفهمش في السياسه ولا احب اقرا فيها ولا شيء، ولكن انا مواطن مصري ولدي عقل اتدبر به امري. النهارده سمعت حاجه اشمئزيت منها قوي يعني. الزند، مستشار احمد الزند، الزند بيستنجد بأمريكا وبأوباما. إلى هذه الدرجة وصل فكر الرجل إلى هذا التدني. طيب القضاة نحن ننظر لهم إنهم هامات كبيرة ومحترمة، كويس. وخلي بالك هناك مهن ما ينفعش هذه المهنة صاحبها تشوب أي شائبة يعزل فورا، زي المدرس، القاضي. لذلك اخطاء الناس دي لما يخطئ تبقى صعبه، ما بنسامحوش، غير مقبوله. ما بنسامحوش. يعني المدرس اما تيجي عليه قضيه مثلا اداب يفصل فورا، لانه مربي. غير مقبول ان هذا الرجل يخطئ، مش من حقه. فعندما يتفوه الزند بهذه الالفاظ، انا بس يعني هطلب حاجه واحده من القضاه الشرفاء: هل يرضوا بذلك؟ كويس. هل مصر ترعاها امريكا؟ واذا كانت امريكا بترعى مصر في عهد مبارك، امريكا مش هترعى مصر بعد كده. مصر بلد له قيمه وله احترام. هل بهذا هو يحترم مصر ويحترم بلده؟ هل القضاه يرضوا بذلك؟ اصحى يا شعب. كويس. ماشي. انا يعني للاسف لان انا جوايا اسى يعني لما اسمع، وهناك من يستمع لهذا الرجل ويدعمه كمان. لا اللي يدعمه له توجه سياسي، لكن النهايه الناس لما بتسمع في الشارع العاديين بقى، اللي هو مفترض كل هذه الشخصيات السياسيه تخاطبهم، مفترض يعني مفترض كل الناس اللي بنشوفها في التلفزيون دي طالعه عشان تخاطب مين؟ رجل الشارع. نعم. رجل الشارع مؤكد انه غير راضي عن ذلك، وكرامته فوق الاكل والشرب. يعني كرامه رجل الشارع المصري فوق الاكل والشرب والعيش والحلاوه والفول والطعميه واللحمه والفراخ. بيستنجد بامريكا وبيستنجد باوباما، بيقول له انت بترعى مصر. الى هذه الدرجه يعني للأسف. فقد الصواب، او خلاص ما عادش قادر يسيطر على مشاعره ويندفع يعني. وبعدين الامر مطروح امام القضاء، هل يرضوا بذلك؟ انا سمعت تصريح صراحه ضعيف جدا، يعني بيقول لك احنا بننكر هذا الامر. تنكروا بس، بتنكروا بس. لا يا جماعه، الامر اكبر من كده بكتير يعني. كويس. النهارده ده وهو نصب نفسه زعيم للقضاء. هل هو زعيم القضاء؟ لا، هو رئيس نادي القضاء. لا، ده هو نصب نفسه الزعيم الاوحد لقضاة مصر. كويس. طب لو هو بقى بنصب نفسه حامي حمى القضاء، على الاقل يراعي يعني مظبوط هذا الامر. اسمح لي يعني انا اتكلمت في السياسه، بس كل حلقه هجيب لك موضوع سياسي. نورتنا يا كابتن بيومي. الله يخليك يا استاذ شبانه، وربنا يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله اسبوعيا، وربنا يعني يوفق مصر وينصر مصر. واصحى يا شعب. يا رب ان شاء الله. واصحى يا شعب، وانت بتقولها في قناه الشعب. نعم.
هي قناه كل الشعب باذن الله. مشكورة كابتن بيومي. خلونا نطلع نشوف لقاء كده سريع مع الدكتور مصطفى المنيري سجلناه معاه منذ دقائق قليله عن اصابه صلاح سليمان، وبعدها فاصل ثم نلتقي فقرتنا الاخيره في حلقه اليوم سوبر عالم وتحليل سريع على مباراه بروسيا دورتموند وريال مدريد، وبكل اسى بقول انتهت بفوز بروسيا دورتموند ب4 أهداف لهدف واحد. دلوقتي عنده كسر في عظام الوجه والوصول دي طبعا بنقلق من ارتجاج المخ. الحمد لله احنا عملنا له اشعه مقطعيه على المخ طلع سليم، بس لازم يتحط تحت ملاحظه 24 ساعه عشان نطمن ان مفيش تاثير على المخ. بعد ال 24 ساعه هنبدا بقى نشوف العظمه ديت بحيث ان احنا تتعالج وتثبت بحيث انها هتبقى عمليه جراحيه يا دكتور؟